سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم رايحين نخدموا لي شوصون بعجينه خفيفه بزاف وبنينه ما تشبعوش منها. تقدروا تخدموا بها مملحات بمختلف الاشكال. انا هنايا غادي نخدم كميه غير صغيره، وانتم الا بغيتوا تضاعفوا المقادير، اذا بغيتوا ديروا كميه كبيره ضاعفوا المقادير. والمقادير ان شاء الله تلقوهم في صندوق الوصف. حطيت هنايا نص رطل الفرينه، مغرف كبيره خميره الخبز، خميره الفوريه، مغرف صغيره تاع الملح، وربع كاس تاع الزيت. نبدا نلايف هاد المكونات بالماء غير بشويه، ونبقاو نعجنوا فيها حتى هذيك العجينه تولي الاستيك. تقدروا تستعملوا البيترا ولا تعجنوا غير بيديكم نفس الطريقه. سر نجاح هاد العجينه لازم تعجنوها غايه وتخلوها تخمر حتى يضاعف الحجم تاعها، هكا باش تضمنوا لي شوصون تاعكم ولا المملحات اللي غادي تخدموهم يخرج لكم خفاف ومشي معجنين وتقال. بعد ما عجنتها غايه خليتها خمرت لمده ساعه حتى تضاعف الحجم تاعها. هنايا ندير على طاوله العمل شويه فرينه ونبدا نشكل فيها. تقدروا تخدموهم دي سوفلي حبات كبار ولا دي شوصون كيما درت انا هنايا درت كميه صغيره عليها، درت لي شوصون حجم صغير جاو بزاف شابين. تقدروا تحطوه مع طبق رئيسي ولا عشاء يكون خفيف. واذا بغيتوا ديروهم سوفلي كبار ضاعفوا المقادير، باسكو هذه الكميه اللي عطيتها لكم تخرج لكم تقريبا 25 حبه شوصون، الله يبارك تخرج كميه كبيره. واذا خدمتوهم حبات كبار سوفلي غادي يخرج لكم كميه اقل. وهنايا نبدا نطبخ فيهم ونخيروا الحشو اللي بغينا، نكونوا طيبناه ديجا ونخلوه يبرد شويه، ومن بعد عاد نبداو نعمروا في لي شوصون تاعنا باش العجينه تاعنا ما تغبناش في التشكيل. والعجينه تاع المملحات كي تكون خفيفه وبنينه، الحشو اللي تحطي فيها تجي بنينه، لا بغى بصله وحدها. والعجينه اللي بقات لنا من الجوانب كما راكم تشوفوا ما نعاودوش نطبعوها ديريكت، نحطوها في بلاستيك غذائي ونحطوها على جهه حتى نكملوا كاع هادو، نشكلوهم نحطوها في الصينيه، ومن بعد عاد نروحوا لهذيك العجينه تكون ديجا ريحت باش نحلوها وما تغبناش كي نشكلوها. وهنايا بعد ما طبعتهم نبدا نعمر في لي شوصون تاعي. درت شويه صوص طوماط وعليها شويه فرماج، كان عندي شو كومبير وشويه فرماج غابي، وكان عندي تاني طون، فالنص عمرتها والنص عمرته بالطون والفرماج. وكي ديروا حشو مختلف دائما زينوا من الفوق هذاك الحشو وحفظوا باش زينتوه. مثلا انا تاع صوص طوماط غادي نديره بالجلجلان، وتاع الطون غادي نديره بالسانوش، هكا باش واحد يعرف ش غادي يرفد وش غادي ياكل، باسكو كاين اللي ما يبغوش الطون ماشي حتى يحلوا الحبه يلقوا فيها الطون. وباش نبلعوا العجينه تاعنا نكسلوها من الجوانب، عليها قلت لكم عجنوها غايه حتى تولي الاستيك باش كي تشكلوها ما تغبنكمش. نقعدوا نكسلوا في الجوانب بهذا الشكل بهذه الطريقه، ونبلعوا هذاك الحشو يقعد في الوسط، وهذوك الجوانب نبلعوهم مليح بيدينا، نحطوهم في صينيه نرشوها بالفرينه ولا نحطوا عليها ورق الطهي، ونحموا من جهه الفرن تاعنا نحموه لمده دقيقتين. نحطوا لي شوصون تاعنا على الصينيه، ومن بعد نعاودوا نبلعوهم بالفرشيطه كاع من الجوانب، نفوتوا عليهم كاع بالفرشيطه هكا باش نضمنوا الحشو ما يخرج لناش. اذا جربتوا هاد العجينه ما رايحينش تستغناو عليها، باسكو من اروع العجائن اللي جربت. انا دائما كي نبغي نحضر لي شوصون ولا سوفلي هذه هي الوصفه اللي نديرها، باسكو يجوا بزاف خفاف ويجوا بنان، ما يجوش معجنين، يجوا خاويين من الداخل. عليها نتمنى تجربوها. المقادير راح تلقوهم في صندوق الوصف. هنايا بعد ما كملت كاع بلعتهم بالفرشيطه غادي ندهنهم بالبيض، نحكموا حبه بيض نضربوها غايه، ندهنوا لي شوصون تاعنا ونزينوهم حسب الحشو. كل حشو نديروا له تزيين هكا باش نحفظوا شكاين الداخل بلا ما نحلوا الحبه. بعد ما نكملوا كاع نحكموا كوردون كما راكم تشوفون، نديروا هذوك الثقوب هكا باش نضمنوا تاني هذاك الحشو اما يخرج لناش. وبالصحه والراحه، وصفه سهله وبزاف بنينه، نتمنى تجربوها. تهلاو في رواحكم، مع السلامه.